في البداية بنشوف بنت اسمها ليا وهي بتجري في الغابة، وواضح إنها هربانة من حاجة، وبنعرف إن اللي بتهرب منهم دول هم عيلتها، وبيطاردها إخواتها وهم لابسين أقنعة مخيفة. ولما ليا ما بتلاقيش مكان تهرب فيه بتنط في النهر، وبتفضل إنها تغرق على إنها ترجع معاهم تاني، لكنهم بينقذوها من النهر وبيرجعوا بيها على البيت. ونشوف بعدها بطل الفيلم واللي اسمه ريكس، وكان واقف في بنك، وبنشوف انه واقف قدام شباك معين، وبنعرف ان الموظفه اللي في الشباك ده هي حبيبته مادي. وبعدها بيجي دوره وبيفضل يتكلم معاها ويحب فيها. فجأة بيسمعوا صوت ضرب نار وتكسير، وبيتفاجئوا بعملية سطو مسلح على البنك، والعصابة بتقتل كل أفراد الأمن، وبيهددوا كل العملاء والموظفين، وبيطلبوا منهم إنهم يناموا على الأرض، وإنهم يطلعوا كل الفلوس والتليفونات اللي معاهم. وهنا ريكس شاف في شنطة واحدة من العملاء مسدس، وبيشاور لها إنها تديهوله، لكنها بتخاف وبترفض. وأثناء محاولة واحد من العصابة إنه ياخد الشنطة، بتقع الشنطة كلها باللي فيها على رجله، وبتجيله الفرصة، وفعلا ده حصل، وقتل واحد بالمسدس اللي معاه، وبعدها خد منه البندقية ودور القتل فيهم كلهم. والغريب إنه بقى يقتل فيهم من غير أي خوف أو ندم. وبعد شوية بتيجي الشرطة وبتقبض على ريكس، وبتخرج كل الرهاين اللي في البنك. وبعدها بنشوف القضاء بيحاكم ريكس على جرائم القتل اللي حصلت في البنك، وبنلاقي المدعي العام بيقول ان كل حالات القتل اللي ارتكبها ريكس ما كانتش ضروريه، وكان يقدر يهددهم بالسلاح ويحرر الرهاين بطريقه سلميه. وبينقسم الناس هنا لفريقين، ناس شايفه ان ريكس بطل وانقذ الناس من العصابه، وناس تانية شايفه ان ريكس مريض نفسي ومجرم ولازم يتحاكم. وفي الاخر بيحكم القاضي على ريكس ب8 سنين سجن. وبعد 8 سنين ريكس بيخرج، وبيلاقي صوره على كل المجلات، وبيعرف انه بقى مشهور بسبب الجريمه اللي عملها، وان قضيته بقت قضيه راي عام. ولما بيروح الماركت علشان يتسوق بتتعرف عليه الكاشير وبتكون خايفه منه. ولما بيروح مطعم علشان ياكل بيلاقي الصحافه كلها وراه وبتصوره، فبيتخيل انه شال الترابيزه وضربهم بيها، لكن في الاخر بيمسك نفسه وبيهدى. وبعدها بيروح لواحد صاحبه، وتقريبا ده صاحبه الوحيد، وصاحبه بيفرح لما بيلاقيه خرج من السجن، وبيساله عن مادي حبيبته. فريكس بيقول له انها زارته مره واحده بس، ومن وقتها ما شافهاش تاني. وبيطلب ريكس من صاحبه انه يديله ادواته اللي كان مخبيها عنده، وبيكون فيها جواز السفر. وهنا ريكس بيقرر السفر لفنلندا علشان يبدا حياه جديده محدش يعرفه فيها، ويعيش في سلام من غير مطاردات الصحافه ونظرات الناس المرعوبه منه. وبنرجع للغابة تاني، وبنشوف راجل بيهرب بنفس الطريقة اللي كانت بتهرب بيها ليا في أول الفيلم، وبيظهر وراه 2 لابسين أقنعة مرعبة، وفي الآخر بيمسكوه وبيمشوا بيه. وبنرجع تاني لريكس وهو في المطار، وبرضه شاف ناس عارفين قصته وبيزعجوه بالتصوير وطرح الأسئلة المستفزة عليه. وبعدها لقى راجل عجوز قاعد جنبه، وبيقول له خلي بالك الراجل والست اللي وراك دول بيتكلموا عليك، وبيقول له إنهم بيخططوا إنهم ياخدوك لابنهم، وبيقول له في الآخر خلي بالك منهم. ولما ريكس بيبص عليهم بيلاقيهم فعلا مركزين عليه، فبيتوتر ويدخل الحمام. وهو في الحمام بيتخيل عقله اللي بيتجسد قدامه، وبيكلمه بيقول له ان الراجل العجوز ده ممكن يكون بيكذب عليه، وبيقول له انه مش هيحصل حاجه ما تقلقش. وبدأ ريكس رحلته واخيرا وصل لفنلندا، وهنا بيشعر بالراحه والابتعاد عن الناس اللي تعرفه، وبيقف علشان ياخد تاكسي للفندق، وبنشوف تاكسي فعلا مستنيه، وكمان السواق بيكون معاه صورته. وبيركب ريكس التاكسي وفي الطريق بينام، وبعدها بيفوق على ريحه غريبه في العربيه، وبيتفاجئ ان السواق لابس قناع حمايه من الغاز المخدر واللي منتشر في العربيه بكثافه. فبيحاول ريكس انه يهرب لكنه بيفشل وبيفقد الوعي. وبنروح للغابة تاني، وبنشوف ليا اللي شفناها في أول الفيلم، وبتكون بتحكي لأخوها الصغير عن قصة، والقصة بتكون عن وحش مرعب بياكل لحوم البشر، والطفل بيكون متحمس للقصة جدا. وبنشوف إن ليا مش راضية عن نفسها وهي بتحكي له القصة دي. وفي البدروم بتاع نفس البيت بنلاقي ريكس فاق من المخدر، وبيلاقي نفسه مربوط ومتعلق، وبيتصدم أكتر لما بيحس بحاجة غريبة في رجله، ولما بيبص لقى إن رجله مقطوعة، وكان لسه هيصرخ من الصدمة لقى عقله بيتجسد قدامه وبيمنعه من الصريخ علشان محدش يسمعه. وريكس بيتكلم مع عقله وهو مرعوب، وتأكد ان اللي خطفوه هما الاتنين اللي قابلوه في المطار، وبيسأل عن السبب اللي خلاهم يقطعوا رجليه وليه سابوه عايش. فعقله بيقول له اكيد دول عصابه لتجاره الاعضاء، لكن لما ريكس بيشوف محتويات البيت بيتأكد انهم مش عصابه وان دول عيله عايشين مع بعض. وهنا ريكس بيفتكر انه من 5 سنين عمل عمليه جراحيه، وانه وقتها فاق من المخدر في نص العمليه، وكان مفعول المخدر لسه ما راحش. وعقله بيقول له يبقى انت اكيد دلوقتي فقت قبل مفعول المخدر، وده معناه اننا عندنا وقت كافي للهرب قبل ما يجوا العصابه. وبعدها بيتفق مع عقله انه يحاول يحرر نفسه من الحبل، وده قبل ما يكملوا عليه ويقطعوا باقي جسمه. وبيبدأ يدور في الأدوات اللي موجودة يمكن يلاقي حاجة تفيده. وبنشوف بعدها أخو ليا الصغير واللي اسمه ألفي، وهو نازل وبيتسحب وعايز يشوف الضيف الجديد اللي عندهم. وريكس لما بيحس إن في حد جاي بيعمل نفسه كأنه لسه فاقد الوعي، ولما بيفتح عينه فتحة صغيرة علشان يشوف مين اللي قدامه يشوف وقتها ألفي، وبيعرف إنه طفل صغير. وقتها جت في دماغه فكرة هي إنه يستدرج الطفل ويحتجزه، وبعدها يساوم أهله عليه مقابل حريته. وبيفتح ريكس عينيه، ولما ألفي بيشوفه بيخاف وبيطلع
وبيطلع سكينه من جيبه، لكن ريكس بيحاول يهديه وبيقول له ما تخافش انا مش هاذيك. واول لما أولفي بيقرب منه بيضربه ريكس وبيمسكه برجليه. في نفس الوقت بتلاحظ ليا ان اخوها أولفي مش موجود، فبتنزل تدور عليه في البدروم، وكانت حاسه ان اخوها حصل له حاجه لدرجه انها حطت ايديها على عينيها علشان ما تتفاجئش باللي هتشوفه. وفعلا لما دخلت لقت اخوها مع ريكس وبيساومها ريكس مقابل انها تديله السكينه ويسيب اخوها. وريكس كان متوتر جدا لدرجه ان أولفي فلت من بين رجليه، وليا بتستغل الفرصه وبتاخد اخوها وبتبعد وبيتحايل عليها وبيقول لها انا حاسس انك مش زي اللي قطعوا رجلي وانك مختلفه عنهم، ارجوكي ساعديني. لكنها بترفض وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتحاول توقف نزيف اخوها وبقى عيلتها بتوصل على صوتها، ولما بيسالوها بتكذب عليهم وبتقول لهم انه وقع من على السرير، لكن امها ما بتصدقهاش وبتضربها وبتتهمها انها هي اللي عملت في اخوها كده. وبياخدوا أولفي وبيروحوا للمستشفى، وامها بتقول لها انت تخليكي هنا وما تجيش معانا، والدكتوره بتقول لهم انه مستحيل تكون الاصابه دي بسبب انه وقع من على السرير. فبتتاكد الام ان ليا هي اللي حاولت تاذي اخوها، وبتؤمر اخواتها انهم يروحوا البيت ويضربوها. وبعد ما بيقوموا معاها بالواجب ليا بتكون حاسه براحه غريبه، وكمان بتتخيل نفسها مع ريكس، فبتقرر انها تساعده. تاخد ادوات طبيه وبتنزل له البدروم وبتقول له حاول تتحمل الالم، وبتبدا تنظف له الجرح. وبتقول لريكس انت كنت ناوي تعمل ايه بالسكينه؟ وهو بيقول لها انه كان ناوي يحرر نفسه وبعدها يقتل عيلتها واحد واحد. لكن ليا بتقول له انت مش هتعرف تهرب منهم اصلا، وانك مش اول واحد يحاول يهرب منهم، وان كل اللي حاول يهرب قبل كده اخواتها بيجيبوه تاني. وبتقول له ان عيلتها مجنونه، وان هي ليها اخ كبير اسمه باتي وشكله زي الوحش من اول لما اتولد، وانه مش بيشبع غير لما بياكل لحم بشري، وعلشان كده عيلتها بتخطف البشر وبتقدمهم لباتي علشان ياكلهم. وبتقول له انها كانت بتخاف لما كانت بتشوفه بياكل، لكن امها كانت بتجبرها انها تشوفه وهو بياكل لحم البشر. وبتقول له كمان انها حاولت تهرب منهم كتير، لكن كانوا بيجيبوها في كل مره وبيرجعوها البيت. وفي اخر مره قررت انها تهرب مع اخوها الصغير، وده علشان هي ما كانتش عايزه اخوها الصغير يعيش مع عيلتها المجنونه دي، لكن برضه جابوها ورجعوها هي واخوها البيت تاني. والمره دي عملوا لها قفص وكانها حيوان وسجنوها فيه، وكانت عيلتها بتعاملها معامله وحشه جدا. وعلشان يسامحوها على الغلطه اللي عملتها شرطوا عليها انها تخدم اخوها باتي وكمان تكون المسؤوله عن اكله. وبتقول له انها كانت بتتمنى تبقى دكتوره لكن اهلها منعوها. وبتقول له كمان ان هي بتتمنى ان اهلها دول يموتوا وانها مش بتحبهم، وان كمان نفسها تتخلص منهم وتعيش حياتها. وبعدها بتسيب له السكينه علشان يحرر نفسه. وبيحاول ريكس يواسيها وبيقول لها انها مش هي الوحيده اللي في العالم اللي عندها مشاكل، وبيقول لها انه كان في السجن وانه بقى مريض نفسي بسبب الموضوع ده، وانه بيتخيل عقله قدامه على طول وكمان بيتكلم معاه. وبعدها ليا بتسمع صوت اخواتها جايين فبتستخبى منهم، وريكس بيمثل انه لسه فاقد الوعي، وبيدخل اخواتها ومعاهم عمهم للبدروم. وبنكتشف ان عمهم هو اللي كان سايق التاكسي وهو اللي خطف ريكس من المطار. وبيلاحظ الراجل ده ان جرح ريكس مربوط برباط لسه جديد، وبيقول ان اكيد ليا ساعدته. وبعد ما بيتاكدوا ان ريكس لسه فاقد للوعي بيخرجوا وبيدوروا على ليا، ولما بيرجعوا ريكس تاني بيلاقوه فاق، فبيحقنوا بمخدر تاني. وفي نفس الوقت بيفتكر ريكس الحاجات اللي حصلت يوم عمليه السطو في البنك. وبنكتشف ان ريكس اصلا كان مريض نفسي قبل دخوله السجن، وان اللي حرضه على قتل المجرمين كان عقله المتجسد، وانه كان وقتها بيستمتع بقتلهم فعلا. وبنشوف ان بعد ما واحد من المجرمين خطف مادي حبيبته السابقه ريكس كان بيطارده، والمجرم اتفق معاه انه يسيبها مقابل انه ما يقتلوش. وفعلا المجرم نفذ الاتفاق، لكن عقل ريكس اقنعه انه لازم يقتله وقتله فعلا. لكن الرصاصه جت في موظفه كانت مستخبيه في الدولاب، وبكده يكون ريكس قتل شخص بريء، وعلشان كده اتقبض عليه واتحاكم. وفي وقت المحاكمه ريكس كان بيدافع عن نفسه وبيقول ان ما كانش يعرف ان في موظفه مستخبيه في الدولاب، وانه كان عايز يقتل الراجل ده علشان مجرم وشرير. وطبعا في النهايه وزي ما عرفنا انهم حكموا عليه بالسجن. وبنعرف انه وهو في السجن زارته مادي وبتقول له انت ليه قتلت المجرم رغم انه سابني زي ما اتفقتوا. ومن اجاباته عليها حست مادي انه مش طبيعي وانه مريض نفسي، وبعدها بتشكره على انقاذه ليها وبتقول له انها اسفه وانها مش هتقدر تكمل معاه. وبنرجع للحاضر وبنشوف ان ريكس فاق من التخدير قبل ميعاده، وبيتفاجئ ان السواق بيقطع رجله الثانيه بالمنشار، فبيصرخ ريكس وبيزقه برجله، وبيروح السواق علشان يجيب حقنه مخدر تاني. فبيحاول ريكس يقطع الحبل بالسكينه اللي كان مخبيها، ولما الراجل بيقرب عليه ريكس بيضربه بالسكينه وبيقتله، وبيقدر انه يقطع الحبل ويحرر نفسه، وبيقعد على الارض وبيرتاح وبيظهر له عقله. وبعدها بيدور في الشنط اللي في البدروم على اي حاجه تساعده، وهنا عقله بيساله اذا كان هيساعد ليا، فريكس بيقول له انه هيهرب ومش هيساعد حد، لكن عقله بيفكره ان ليا ساعدته وان هي كمان طلبت انه يساعدها. فريكس بيقول له انه مش هيضيع حياته تاني بسبب حد زي ما عمل مع حبيبته السابقه، وفي الاخر سابته لوحده. وبيملى شنطته بالاسلحه ومسدس صواريخ، وبيحط عصايه جولف مكان رجله المقطوعه، وبيحاول يطلع على السلم بهدوء من غير ما يعمل صوت. وبعد وقت طويل بيوصل لاول دور في البيت، وهناك بيظهر عقله مره تانيه وبيكلمه، وبيحاول يقنعه انه يساعد ليا لانها محتاجه له في حياتها، على عكس مادي حبيبته السابقه كانت قويه وما كانتش محتاجه له. ريكس ما بيردش عليه وبيكمل ماشي لحد الباب، ولما رجعوا العصابه للبيت لقوا الباب مفتوح فدخلوا بسرعه للبدروم،
واكتشفوا انه قتل السواق وهرب فعلا. وهنا بيحاولوا يلاقوا حل للمصيبه اللي جات لهم دي، وبتقول الام انهم لازم يهربوا بسرعه قبل ما ريكس يبلغ الشرطه. والاب بيقول انه مش هيقدر يوصل للشرطه اصلا، لانه علشان يوصل للمدينه لازم يعدي النهر، وده اللي مش هيقدر يعمله وهو رجله مقطوعه. لكن في الاخر وبراي الاغلبيه قرروا ان هم يهربوا من البيت، وكمان هياخدوا ليا معاهم. وهنا اخوها بيقول انه شاف ليا بتساعد ريكس، وقبل ما يكمل كلامه اتفاجئوا انه بيتصرف بشكل غريب وبينزف دم وبيقع ميت. وبعد لحظه بيحصل نفس الموقف مع الاب وبيقع ميت في مكانه، وبنلاقي ريكس طلع من تحت الترابيزه، وده بعد ما استسلم لعقله وقرر انه يساعد ليا. ولما لقى الاخ التاني بيهرب رماه بالسكينه وقتله. والام كمان كانت فاقده الوعي، واول لما بتفوق بتخنقها ليا بسرعه قبل ما تقوم وبتموتها في الاخر. واخيرا بتتخلص ليا من عيلتها المجنونه. وفجاه سمعوا صوت قوي وهزه كبيره في البيت، وليا اترعبت وبتقول لريكس ده اخوها باتي. وبنشوف باتي وبنلاقي ان شكله مش بني ادم، شكل الوحش ومنظره مرعب جدا. ولما بيلاقي اهله واقعين على الارض بيجري على امه، وريكس بيستغل الفرصه وبيضرب عليه بمسدس الصواريخ، لكن الضربه مش بتاثر فيه. وبيجري باتي على ريكس وبيمسكه، وريكس بيمسك في باب الثلاجه. ولما باب الثلاجه بيفتح بيشوف ريكس رجله اللي اتقطعت، فبياخدها وبيستخدم العظمه المدببه اللي فيها وبيقتله. وفي النهايه ريكس بيخرج من البيت مع ليا، وليا قررت انها تبدا معاه حياه جديده، وبتقول لريكس انها تعدي على اخوها أولفي في المستشفى وهتاخده يعيش معاها. ولاول مره من سنين بيختفي عقل ريكس وافكاره اللي كانت بتطارده على طول، ورجع ريكس على امريكا. وبنشوف انهم قاعدين مع صحاب ريكس، وفي واحده بتساله عن اول مره شاف فيها ليا وازاي ارتبطوا. فلاحظت ليا انها بتحاول تقرب من ريكس، وتخيلت نفسها وهي بتقتلها. ووقتها بتتاكد ليا ان ميول عيلتها الاجراميه بتجري في دمها بالوراثه. وبكده بينتهي الفيلم. بتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.